تخيل انك على بعد 4 ايام من اهم يوم في حياتك، ويلي هو يوم زواجك. شعورك وانت تعد الايام والساعات حتى تبدأ حياة جديدة. تخيل انك في هذه اللحظة يسحبوا منك حريتك وترمي في السجن لمدة 7 سنين ظلم. اقول لك خلاص نركب دورية. بس فهمني، اكيد في غلط اخوي. هذه قصة الشاب بدر محمد المطيري. قلت له اقسم بالله، قسما بالله اللي قاعد يتكلمون في انا بريء منه نهائيا. قصتنا اليوم تتكلم عن شاب اسمه بدر محمد المطيري. بدر المطيري هو شاب عمره 26 سنة من الكويت وعايش بالكويت. كانت وظيفة بدر محاضر بوزارة الدفاع، وبهذاك الوقت كان في صديق مقرب له واسمه فهد، وفهد كان يشتغل ضابط وكان يعتبر من أقرب الناس لبدر. فبدر من القوة العلاقة اللي بينه وبين فهد قرر انه يطلب القرب منه. فعلا بدر تقدم وقرر انه يتقدم لأخت فهد. فأهل فهد عارفين من هو بدر وعارفين كل شيء عنه، فوافقوا عليه بدون أي تردد. وهون بدر كان بأجمل أوقات حياته، بس ما كان عارف حتتغير حياته للجحيم. وفعلا بلشوا يجهزوا للزواج، وقبل تحديدا 4 ايام من الزواج كان طالع بدر وفهد عشان يخلصوا باقي الاشياء. وهم مروحين على بيوتهم، وتحديدا الساعة 10 مساء وقفتهم دورية شرطة. السلام عليكم. عليكم السلام، الهويات ما عليكم امر. فطلعوا الهويات بدر وفهد واعطوهم للشرطة بدون اي تردد. الشرطي جاه وقال بدر المطيري، فقال له بدر ايوه تفضل. فالشرطي قال له انزل له انت. بدر مستغرب يقول له عسى ما شر، ونزل بدر. واول ما نزل من السيارة اجوا الشرطة بدون ما يحس وربطوا ايديه وكلبشوه. هون بدر انصدم، ايش فيه؟ شو مسوي انا؟ حطوا بدر بالسيارة، فمباشرة نزل فهد يسأل انه شو فيه، وخبر الشرطي لفهد ليش اخذوه. بهذا الوقت كان بدر في السيارة فمو سامع شو قاعدين يتكلموا، لكن كان شايف ان فهد ظهرت عليه ملامح الصدمة. مصدوم من الشيء اللي قال له الشرطي. فهد بعد ما سمع من الشرطي ركب سيارته وظل ماشي، راح وترك بدر مع الشرطة. المهم أخذوا بدر ودوه لأقرب مخفر، وظل يسأل وهو في السيارة، وحتى بعد ما وصلوا إيش في أنا شو مسوي، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، ما حد قاعد يرد عليه. دخلوه للسجن اللي بالمخفر وخلوه لثاني يوم وهو مو عارف شو اللي عليه. نزلونا من الدورية وقاعدين نمشي كلنا مكلبجين، الشرطة حوالينا. قاعد أكلم الشرطي، أنا أدري بأن طلباتي هذه تعتبر مستحيل، بس أنا مو مسوي شيء. ثاني يوم الصباح أخذوا بدر وودوه على مركز تنفيذ الأحكام، وظل يسأل ليش ماخذيني، شو في؟ ما في أي أحد قاعد يجاوبه. فلما وصل على مركز تنفيذ الأحكام هون بدر ما عاد قدر يمسك نفسه، جته حالة هستيريا وبدأ يصرخ أنا شو مسوي؟ شو تهمتي؟ وسمع صوت صراخة مدير المركز وسأله شو فيك؟ ليش تصرخ؟ وقال له عن كل شيء من ألف إلى ياء إنه من أمس مسجون ومو عارف جرمه. فمدير المركز ندى واحد من الضباط وسأله شو تهمته، وهون كانت الصدمة. الضابط قال له هذا محكوم 7 سنين، 5 سنين مخدرات و2 عشان هرب من المستشفى بعد ما الشرطة قبضت عليه. هون بدر من قوة الصدمة صار يصرخ أكثر وأكثر ويقول لهم والله مستحيل، والله في غلط. المشكلة مو هون، المشكلة الحكم يلي كان على بدر المطيري كان حكم نهائي، يعني خلاص ما في محامي ما في قاضي، خلاص هذا حكم نهائي. بس حتنصدم لما تسمع السبب. وأخذوا بدر المطيري على السجن المركزي، دخلوه على السجن وحددوا له مكان العنبر يلي لازم ينام فيه، ويوم ورا يوم يوم ورا يوم ولا زال ان بدر مقتنع ان في شيء غلط. لكن اجا وقت العرس وبدر بعده مسجون، لكن للأسف ما في حل ثاني. فبلش يتعود على الناس اللي حواليه، مر أول أسبوع، مر ثاني أسبوع وبدر لا زال بالسجن. وفي الأسبوع الثاني أجوا أهل بدر عشان يزوروه. فالمهم هذه كانت أول زيارة لبدر. قبل ما نكمل، يلي ما يعرف كيف غرفة الزيارة، هي تكون زجاج بين الاثنين وفي تلفون عشان يتكلموا منه. أول ما دخل غرفة الزيارة شاف أمه وأخوه، وهون أمه أول ما شافته انهارت وهي قاعدة تبكي وتصرخ وتقول للشرطي ترى والله ولدي بريء. هون بدر من الحرقة اللي فيه صار يصرخ اطلعوا برا اطلعوا برا، هذا مو مكانكم، من كثر الحرقة اللي في بدر. على طول التفت حق اخوي، قلت له اخذ امي واطلع من هنا، قلت له اخذ امي واطلع من هنا. فقاعد يطالعني اخوي كذي، يعني ما بيني انا داخل وما بين وضع امي وحالتها. قلت له اطلع اسمعني، المكان هذا مو مكان. التفت علي وقال لي يعني مكانك انت بدر، مهم انت مو مكانك، حتى انت مو مكانك. قلت له اطلع، والله قاعد تقطع من داخل. رجع بدر على العنبر وانهار أكثر وأكثر. وبعد فترة جاء شرطي وصار ينادي بأسماء، وكان ضمن هذه الأسماء هو بدر محمد المطيري. هذول الأسماء عندهم محاكمة. المهم إجا وقت الجلسة وأخذوهم على المحاكمة، وبدر كان من ضمنهم. دخلوا المحكمة وبدر كان مستني دوره على نار، لكن الصدمة والقهر المحامي ما كان موجود، يعني اللي كان موجود بدر
واهله، وبما ان المحامي مو موجود فكان المفروض على بدر انه يدافع عن نفسه بنفسه. فاول سؤال سأله القاضي: انت بدر المحمد المطيري؟ رد عليه: نعم انا بدر المحمد المطيري. فسأله القاضي: انت كنت مع البنت الفلانية بالمكان الفلاني ولما دخلت المستشفى هربتك؟ هون بدر من الصدمة انصدم، صار يقول الكلام من البداية ان اخذوه من الحاجز، وعلى طول قاطعوا القاضي ويقول له: رد على قد السؤال، انت اللي هربت من المستشفى بعد ما القوا القبض عليك؟ فصار يقول له: بعد ما وقفتني الشرطة وكذا وكذا اخذوني لمخفر البيان. وهون عصب القاضي، صار يقول له: رد على قد السؤال. بالجلسه قاعد اوجه، فقال لي القاضي: بس اقعد. قلت له: لا ما اقعد. التفت علي القاضي واقبل علي الشرطي، فهني بدات الدموع تصب. قلت: ابي اتكلم يا جماعه. قلت: انا قاعد اتبهدل، ابي اتكلم يا جماعه، عطني مجال اتكلم، قولوا له اكلم اللي قاعدين، قولوا له ابي اتكلم، قاعد يكلمني عن شيء ما ادري عنه. فالتفت عليه قلت له: حضرة القاضي الملف اللي قدامك ملف كبير، انا ما تخصني فيه ولا ورقه. فبعد هذه الجلسة صارت تيجي أفكار براس بدر ينهي حياته، الدنيا سكرت بوجهه. فبدر بعد هذه الأفكار اللي صارت تيجي براسه قرر إنه يروح المستشفى. ولما راح المستشفى اكتشف بدر إنه إجاه مرض الضغط والسكري، وهو عمره 26 سنة بس، يعني مسجون ظلم، وعرسه راح عليه ومحكوم 7 سنين، وزيادة طلع عنده مرض الضغط والسكري. كل هذه الأشياء قاعدة تصير ورا بعض ومع بعض، فكان قاطع الأمل من الحياة. مرت الأيام وطلع برنامج اسمه برنامج التائبين، وهذا البرنامج فكرته ان اي شخص يحفظ القرآن ويتعلم حرفة معينة يفرجوا عنه، مش يعني خلص انه يظلوا طالع ومع السلامة وخلص، يصير مثلا ينام عند اهله ولكن من الصباح للمغرب يكون بإقامة جبرية او يكون بمركز تأهيل. فهم بدر رجع له شوية امل، فشاف ان هذا امله الوحيد، بلش يحفظ القرآن وقرر انه يتعلم حرفة الكهرباء. فعليا بعد تقريبا 1 و3 شهور جاء وقت انهم ياخذوا اللي مقدمين على هذا البرنامج عشان يختبروهم ويفرجوا عنهم. وبدأوا مع بدر لأول نقطة اللي هي الحرفة، وكان جدا متفوق فيها. وظل الشيء الثاني انه يكون حافظ القرآن الكريم. فبدر من الخوف قاعد يرجف ويقرأ الآية بسرعة وما يوقف عند الآية اللي قال له عنها الشيخ، لا يظل مكمل من الخوف. والشيخ يقول له: اهدى، والشيخ يريد يقول له: اقرأ من هذه الآية لآية ثانية. وبدر يقرأ له وهو خايف متوتر. فطالعته قلت له: شيخ اقسم بالله حافظ. فهون أخذ بدر ورجعوا زنزانته. ومر كم يوم وجاء شرطي وفتح باب السجن وبلش ينادي على الأسماء اللي نجحوا بهذاك الاختبار يلي المفروض يكون بدر منهم، وبلش يقرأ الأسماء وبدر مستني. والشرطي خلص أول ورقة وبعد ما ذكر اسم بدر، ويقرأ بالورقة الثانية وبعد ما طلع اسم بدر، والورقة الثالثة والرابعة إلين ما جت الورقة الخامسة أخيرا ذكروا اسم بدر. وبس سمع بدر اسم بدر محمد المطيري، بدر خلاص حس إن الدنيا كلها انفتحت بوجهه. فعليا ثاني يوم طلع بدر من السجن بعد ما مر على بدر 1 و8 شهور. وأول ما طلع من السجن مباشرة راح على أمه، وأول ما شافته أمه انصدمت وصاروا يحضنوا ببعض وهم مبسوطين، لكن مفكرين إنه هذا هو بالظلم بس اللي تعرض له بدر. راح أجاوبك وأقول لك لا يا عزيزي المشاهد، خليني أقول لك ايش صار بالضبط. مثل ما تعرفوا إن بدر المفروض إنه كان زواجه قبل ما ينسجن. طيب شو صار بزوجته؟ شو صار بفهد اللي هو أعز الناس له؟ فهم بدر قرر إنه يزور صديقه فهد، وراح بدر لصديقه فهد. لكن الصدمة فهد قال له: ليش جاي هون؟ بدر انصدم يقول له: بكلمك. حتى صديقه أقرب الناس له ما كان يسمعه، ورجع لبيته وهو زعلان ومتضايق. فقرر أن يزور أصحابه، وفعليا راح بدر. وفعليا أول ما راح الديوانية وسلم عليهم كل أصحابه لفوا وجوههم. راح بدر جلس جنب صاحب الديوانية، شاف أصحابه كلهم قاعدين يطلعوا ورا بعض، وهم بدر فهم أنه غير مرغوب فيه. فطلع وراح على بيته، ومر شوية وقت لين ما جاء يوم من الأيام واحد من الأشخاص نصحوا لبدر، قال له: طيب بما أنك تعرف نفسك أنك مظلوم ليش ما تروح المحكمة وتقول لهم؟ فراح بدر لمدير مركز الرعاية اللاحقة وقال له انه يريد يروح المحكمة، وقال له المدير يروح وما قصر معه. فالمهم راح المحكمة، وصل المحكمة وصار يقول قصته يلي كان بالمحكمة. لكن الصدمة يلي كان بالمحكمة صار يقول له المفروض تكون بالرعاية، فحتى الشخص المسؤول ما سمع منه. قال له: إذا عندك شيء بالأمانات خذه وارجع الرعاية. صح انه زعلان لكن اتفاجئ وتذكر انه هو ما عنده اي شيء بالأمانات. فراح لقسم الأمانات اعطاهم اسمه، وراحت البنت اللي بقسم الأمانات جابت أغراضه يلي المفروض تكون لبدر محمد المطيري، بلشت تنزل الأغراض قدامها على الطاولة. هذول الأغراض المفروض تكون لبدر محمد المطيري يوم ألقوا القبض عليه، ولكن بدر مصدوم لأن الأشياء اللي قاعدة تنزل ما له شيء فيها. أول شيء نزل جوال، بعدين نزل 4 بطاقات هوية بأسماء أشخاص مختلفة وهو ما يعرف ولا واحد فيهم. ومن بين الأغراض كان في جواز سفر. فتح الجواز اطلع الصورة مو صورته، سكر الجواز على أساس أنه يقول هذه الأغراض مو لي، لكن قبل ما يسكر الجواز قرأ اسم بدر محمد المطيري. هذا
هذا قلت له هذا انا سجنت هذا. الاسم اسم فهد محمد المطيري، والرقم الوطني هو نفسه تبع بدر، ولكن الصورة مو صورة بدر. فصار يفرج الجواز للبنت اللي في الامانات ويأشر لها على الجواز، وعرف بدر وفهم ان سبب السجن هو هذا الجواز، في شخص مزور هذا الجواز، يعني حاط صورته مكان صورة بدر، ولكن الاسم والرقم الوطني ظل نفسه. وصار يقول للبنت يلي بالامانات ان الصورة مو لي، هذا جوازي صح بس الصورة مش الي. فموظفة الامانات على طول ودت بدر على وكيل النيابة، فراح بدر وقال له القصة. واول ما سمع القصة رئيس النيابة انصدم، فمباشرة رئيس النيابة طلب انه يجيبوا له ملف القضية كاملة. اول شيء عشان مدير النيابة يثبت ان هذا بدر ولا لا، انهم يستدعوا البنت اللي على اساس هربت بدر عشان يشوفوها حتتعرف على بدر هذا ولا لا. وفعليا استدعى رئيس النيابة البنت وجابها على قاعة وخلى بدر يكون موجود بالقاعة. فلما جابوها بلشوا يسألوها انت اللي دخلتي على المستشفى وهربتي بدر محمد المطيري؟ قالت نعم. مدير النيابة سألها طيب بدر موجود معنا بالقاعة؟ قالت لا. فرجع رئيس النيابة يسألها مرة ثانية شوفي وتأكدي بدر معنا بالقاعة؟ فقالت بدون أي تردد لا. فرفع رئيس النيابة جواز السفر قدامها، فأول ما رفعها قالت هذا بدر المطيري. وهون اكتشفوا إن في شخص مزور جواز بدر محمد المطيري، وعلى طول ودوا الجواز على قسم التحقيقات عشان يتأكدوا إذا الجواز مزور ولا لا. وهون اكتشفوا إن الجواز أصلي 100%، بس اللي ملعوب فيه ومتغير فيه هي الصورة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه كيف وصل الجواز للمزور؟ عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نرجع بالزمن شوي، نرجع قبل ما ينسجن بدر بسنة. بدر كان مسافر هو وأصدقائه بالقاهرة، ورجع للبيت، وهو راجع للبيت تعرض لحادث وانقلبت السيارة 3 قلبات. ولما قلبت السيارة كان وضع بدر جدا سيء، فمباشرة أخذوه من سيارته على الإسعاف على المستشفى، وجلس بالمستشفى ما يقارب شهر وشوي. فهون اكتشفوا إن بهذا الوقت سيارة بدر فانسرقت ومسروق الجواز اللي فيها، وبعدها تم تزويره. طبعا لما رجعوا يبحثوا عن الشخص اللي زور الجواز ما في حل إنهم يوصلوا له إلا عن طريق الصورة، لين ما وصله لاسمه الأصلي. فتموا المباحث يبحثون، واكو من تواصل معاي حاول يساعدني. ناداني مدير عام قال لي انا ما بي موضوعك، انا بعرف الشخص هذا اللي زور جوازك، وصلنا حق اسمه. اسم المزور هذا عيفان عويد حمود عيفان، من غير محددي الجنسية، اسم عمري ما انساه لو يمر فيني الزمن. يعني هذا الشخص اللي سرق الجواز هو هارب من السجن، وبنفس الوقت هو طالع خارج البلد، وبنفس الوقت في شخص متعاون معاه وحاذف له كل معلوماته في السيستم، وبنفس الوقت المحكمة مو قادرة تفرج عن بدر وتبرأ من هذه التهم، لأن السجل اللي عندهم هو سجل بدر محمد المطيري. يعني بدر هو اللي سوى الأشياء وهذاك الشخص مو عارفين وينه. وعشان هذا الموضوع طول بدر وكمل محكوميته كاملة لمدة 7 سنين. مو بس كذا، وفوق محكوميته زادت 10 شهور حتى تم استبعاد بدر من حكم المحكمة. يعني بدر خسر عمره في السجن وبالمحاكم، وكل هذا بسبب غباء شخص. ويقال انهم عوضوا ب300,000 دينار كويتي الى 250,000 دينار كويتي، ما بين هذا المبلغ يقال ومش اكيد. بصراحة انا حاولت اني ابسط القصة بقدر المستطاع، فاذا انت حاب انك تشوف القصة كاملة وهو بدر قاعد يقولها بنفسه في بودكاست محفوف. وبس يا حبايب بقلبي، شكرا لكم على المشاهدة، وان شاء الله يا رب العالمين انكم استمتعتوا معنا. واذا حاب تقول قصة صارت معك اكتب لي اياها بالانستغرام، واهم شيء مع السلامة، باي.